دلوقتي يا حلوين هنحشي الجبنه. قلت افتح لكم برضو عشان الجبنه الشوكولاته ماسكه نفسها شويه. الجبنه بنفتح الفتحه تكون اقل من فتحه الشوكولاته، فاهمين؟ علشان بنحط الجبنه طبعا طريه مش زي الشوكولاته، بنحطها كده. بص انا هفتح وانت وحظك، لو انت نيتك سليمه هتطلع لك جبنه. ماشي. بسم الله. تعال نفتح على الكاميرا. جبنه. نيته سليمه طلعت جبنه اهي. بصوا طعمها حلو قوي. هاي يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. طبعا خدنا قرار انا وسادة ان انا هطلع مره وهي مره، لازم كده يعني. برضو انا ليا حق في القناه ولا ايه يا جماعه؟ بما انكم حبيتوا سادة اكتر مني. النهارده هنعمل عظمه. انتوا عارفين لما بقول كلمه عظمه اعرفوا ان احنا نعمل حاجه من الاخر. حطوا لايك ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ووصفه النهارده هتكون ايه. اول حاجه معانا في وصفه النهارده يا حلوين كيلو دقيق. اوكي، كيلو الدقيق ده هنعمل فيه ايه بقى؟ هنعمل فيه حفره كده في النص، وهننزل بربع كوبايه سكر. اوكي، دي اول حاجه معانا. ومعانا هنا معلقتين كبار، سوري 3 معالق كبار لبن بودره، ومعلقه صغيره ملح. بس انا هحطهم كلهم في طبق واحد، يعني الطبق ده فيه 3 معالق لبن بودره وفي معلقه صغيره ملح. هننزل بيهم في نفس الحفره دي وهنقلبهم كده ونركنهم على جنب. اوكي، هنجيب بقى معلقه صغيره. اوكي، معلقه صغيره. معانا هنا نص كوبايه ميه فتره. اوكي، لا هي ساقعه ولا هي سخنه. هنعمل ايه بقى بالميه الفتره دي؟ هناخد كيس خميره فوريه، كيس كامل اهي خميره فوريه، وننزل بيه كده في الميه دي، وناخد معلقه سكر. ركزوا، معلقه واحده، وهنقلب كويس جدا. اهي شايفين الطبق ده كده؟ هنحطه نغطيه، نسيبها تتفاعل لمده 10 دقايق. هنرجع للدقيق بتاعنا تاني. هنعمل فيه حفره صغنطوطه. معانا 2 بيضه. اوكي، هننزل بالبيضه بتاعتنا. دي اول واحده ودي تاني واحده. اوكي، ومعانا كوبايه الا ربع زيت هننزل بيها. وهنقلب كده تقليبه بسيطه، ونروح جايبين الخميره. خلاص سيبناها شويه، هننزل بيها خميره بالسكر. مامي حضرتك قايله حضرتك بتعملي ايه؟ لا، وهنبتدي نقلب يا حلوين. اوكي، هنبتدي نعجن كده يا حلوين زي ما انتوا شايفين، البيض مع السكر مع اللبن مع الخميره. فين الميه؟ اهي. افتحها لو سمحت. نعجن كده. خلاص اهو. معانا هنا بقى ايه؟ معلقه خل. ودي لازمتها ايه؟ دي بديله لمحسن الكيك. هننزل بمعلقه الخل كده. اوكي، ونبتدي نقلب. وانا هنا مجهزه ازازه ميه فتره، لا هي سخنه ولا هي ساقعه. هننزل كده واحده واحده ونبتدي نعجن. اهم حاجه نعجن العجينه كويس جدا. خلاص يا حلوين، بصوا لمت معايا خالص اهي الطبق. بصوا بقى زي الفل، وايديا كمان كاني غاسله ايدي. بصوا اهي، ده شكل العجينه بتاعتنا. هنسيبها بقى لمده من نص ساعه لساعه الا ربع، وعلى حسب ما العجينه تخمر معاكم، لان كل نوع خميره بيختلف عن التاني. هغطيها بفوطه واحطها في الفرن ونشوف هتاخد مده قد ايه بعد ما تخمر، ونرجع نشوف هنعمل ايه بالعجينه الحلوه دي. انتوا عارفين بحب العب بالعجين. حطوا لايك وانتظروني بعد ما العجينه تخمر. يلا يا حلوين، العجينه هتنفجر مننا. بصوا خمرت بقت قد ايه. خلاص كده عجينتنا خمرت وبقت زي الفل. بصوا واو، هنبتدي نشتغل فيها ونشوف هنعمل ايه.
هنرش بس الاول رشه دقيق. معانا هنا مكعب زبده. اوكي هنحتاجه. اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي حالا. الناس اللي بتقولي يا رحمه ما تخبزيش على الستيكر الاسود ده بيطلع في العجين، ما فيش الكلام ده يا جماعه. بقى العجينه لونها ابيض، فلو بيطلع فيه اي حاجه ابقى شايفاه بيطلعش. لا نوع كويس وما بيطلعش. يلا حبيبتي بصوا بصوا، زبده. اموت في العجين وهو خمران يا جماله. ايوه كده. بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب السكينه دي وهنقطعها 1 2 3 4 4 وحدات. هنحتاج العلبه دي، خليها هنا كده جنبنا عشان اقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا 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 بصوا. انا بصراحه مزاجي بيبقى عنب وانا بعجن. مش عارفه ايه سر العجين ان هو بيساعدني، ما اعرفش، بس انا بحب اعجن. يعني بحس العجين ده كده في عشق كده متبادل بيني وبينه، مش عارفه ليه والله. بصوا يا حلوين، شايفين الزبده؟ هناخد حته كده حته كده وندهن العجينه دي كده كده. بصوا اهي هنبطط. يا حلاوه العجين. الواحد بيحب يعجن برضه. والزبده اللي في ايدك دي عشان ننشفها تدهنيها في الكور المتبقيه، يعني نضفي ايديكي في الكور. وهنجيب النشابه ونفرد كده. بصوا خمرانه وزي القشطه، فله كده في نفسها. طبعا عشان رخامتي زقنطوطه بضطر اعمل العجينه كده شمال ويمين. بس ليه كده بقى يا رورو اللي انتي بتعمليه معانا ده؟ هي كده. هناخد حته زبده كده حلوه كمان ونعمل كده يا حلوين في العجينه. لازم كده تكون غرقانه زبده. خلاص. وهنشيلها زي ما هي كده، نحطها في الطبق كده بالشكل ده. اوكي. اللي بعديها حبه الدقيق اهي. نعمة العجين ده والله. اللي اخترع العجين ده كان فنان فنان. قدها بالظبط. هناخد حتة زبدة، حتة قد كده يعني بمقدار كده مكعب، بدرجة حرارة المطبخ اللي هي بصوا تمسكوها تبقى في ايديكوا كده دايبة دايبة دوبان. خلاص. وهنعمل في دقيقة هنحطها فوق التانية فوق التانية اهي، خطوة خطوة معاكم. اللي بعديها ايدينا ملحوسة زبدة ما يضرش. يلا الزبدة بس فوق اللي بعديها. هما بنقسمهم 4. دي بقى هناخد منها حتة عجين صغنونة كده، هقول لكم ليه. اوكي. هنحتاج الحتة الصغنونة دي. حتة الزبدة فوقيها. اوكي. طبعا ايديا كلها زبدة. هناخد بقى حتة العجينة الصغنونة دي هنعمل فيها ايه؟ هنرش رشة دقيق كده ونحطها، وعايزين نكبرها بقى، فاهمين؟ اللي هي تبقى كبيرة كده في حجم العجينة اللي في الطبق عشان نغطي وشها بيها. هنفردها بس كده فردة اللي هو ايه، نقلبها احسن من هنا تكون ناشفة. هي هتبقى صغيرة
صغنونه بس هنحاول يعني نحاول نمطها. اهي هناخدها بقى كده. اتقطعت. تعالوا قربوا معانا، خليكم في قلب الحدث. هنغطي بيها وش العجين اللي هو عليه الزبدة كده اهو. شايفين الجمال؟ دي بقى مش هندهنها زبدة، دي عشان تغطي وش العجين. الزبدة دي في اللي تحت. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنحطها في التلاجة لمدة ايه؟ ربعاية كده، ربع ساعة. مش هناخد وقت كتير تاني، ما تقلقوش، ربع ساعة وهنطلعها. يلا حطوا لايك لحد ما نروح نجهز الحاجات اللي هنحتاجها، عشان خلاص الخطوة الجاية نبتدي نشتغل في العجين ونشكله. حطوا لايك وانتظروني لحد ما اقول لكم ايه الخطوة الجاية. باي. خلاويص لسه. خلاص كده العجينة بتاعتنا اهي فل. هنعمل ايه بقى؟ نحط شوية دقيق، لازم انتوا عارفين الدقيق ده اجباري. انا رأيي سيبه. بصوا يا حلوين، معانا طبق فيه جبنه. اي نوع جبنه بتحبوا؟ بريسدون، فيتا، لافاش كري، مثلثات. معانا طبق فيه شوكولاته مطبخ متقطعه. معانا بطرمان فيه فراوله. الفراوله مش كتير لان انا مش هعمل فراوله كتير. اوكي. وده ليه معلقه الجبنه، معلقه الفراوله. اوكي. هنفرد بقى دقيق كده. لازم الرخامه تكون متدهوله دقيق، متدهوله. هناخد العجين بتاعنا. بصوا زبده يخرب بيت كده. اعشق انا العجين. بصوا ناعمه وقويه وكلها حنيه. هنعملها كده 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 كده. بصوا تتكوا بقى لجوه كده، عارفين اللي هو تفركوها كده في بعضها كلها. لذيذه يا سلام. ايه ده؟ دي جبنه. بصوا. اهي خلاص. احنا كده بقى هنعمل مسكر. بصوا بقى هنعمل ايه. هنقسم العجينه الفله دي. يخرب بيت حلاوه العجينه. بحب انا العجينه قوي. هنقسمها. تعملي بيتزا مع بالشوكولاته؟ لا، هنعمل مولتو. يس. الاربعه يا حلوين. هنقسمها لاربع قطع. اوكي. كل قطعه هنعملها كوره كده كده. هي كل قطعه من مولتو ولا؟ كل قطعه حلوين هنعملها كوره كده. اوكي. وهنركنها كده على جنب كده. الكرة التانية. ودي بقى نبتدي نشتغل فيها. اهي لازم بصوا تخلوا الزبدة كده في العجينة، اللي هو يعني تلف في العجينة كلها، فاهمين؟ اهي هنبتدي بقى ناخد اول واحدة كده على الدقيق كده، ونجيب النشابة بتاعتنا ونفرد. هي تبقى صغنونة صح؟ لا صغنونة ايه، هتبقى كبيرة. هنفردها زي الفطيرة كده. فردت اهي بقت فلة. هنيجي بقى من نص العجين نروح واخدين مثلث كده بالسكينة. خلاص. ومثلث كده ومثلث كده ومثلث كده. سمو يحب اوي يفطر مع كوبايه الشاي بتاعته. ومثلث كده. هنقسمها لمثلثات. اوكي. وده اخر مثلث معانا اهو. هنيجي بقى عند المثلث كده ونروح فاتحينه من الاخر كده. اوكي. بصوا المثلث اهو. بصوا فتحته من النص ازاي. هنحشي مثلا اول واحده شوكولاته،
فوق الفتحة اللي احنا فاتحينها دي هنحط الشوكولاتة، يعني شوكولاتة من بداية الفتحة كده، وهنبتدي نلف كده 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 اهي. في الاخر بتبقى شكلها حلو. وهنحطها في صاجة مدهونة زيت. تاني يا حلوين، هنفتح المثلث. اوكي، خلينا نحشي اول حاجة الشوكولاتة عشان ما تسيحش مننا لان الفرن شغال والمطبخ سخن. هناخد المثلث كده نبتدي نلفها كده كده اهي. بصوا هتبقى معانا بالشكل ده. اوكي، هنفتح ونرص الشوكولاتة وهنبتدي نلف اهو. واحنا بنلفه اخر لفه بنتنيه كده ان هو بزاويه شويه. طبعا هوريكم شكل الصاج النهائي بس عشان زي ما انتم شايفين الرخامه زحمه فمفيش مكان. بنفتح فتحه صغنونه ونحط الشوكولاته ونبتدي نلف. سامح عايزاك بس تيجي تمسك الكاميرا عشان الخطوه دي كده الناس تشوفها بس. اوه شفت المنظر شفته؟ جميل. طب يلا عايزاك تقرب لي بس الكاميرا. اوه نو. صور الاول بقى هنا نكمل هنا. عايزاك بس تصور الخطوه دي. بصوا بنفتح الفتحه من هنا صغنونه قد دي. الحكمة تعملي كمية من عجينة ما شاء الله ما شاء الله. هنحط الشوكولاته كده. دي هتسيح مع بتسيح ما هو بيستوي. اوكي، ونبتدي نلف، نمسك جنبين العجين اللي احنا قاسمين وندخل الشوكولاته جواه ونبرم نبرم 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 لحد ما تدينا الشكل ده، وناخدها على الصاج المدهون زيت. وبنسيب فرق كده ما بينهم عشان طبعا العجينه هتنفش مننا. خلاص استنى عشان العجين ده لسه ما فصلش. شفتوا طريقه التشكيل سهله ازاي؟ تصدقني انا اقدر اعملها. عاملة زي سلايس البيتزا بس بتقطعيها. سهله. من هنا بنحط شوكولاتة. خليني اغسل ايدي واسع على الكاميرا. لا، العجين بالذات ما بحبش حد يمد ايده فيه، انا من زمان يعني. سكوشي قوي كده ومريح. اهي خلاص، وبنعوجها كده عشان تدينا شكل الملطية. يلا حط الكاميرا. هم شركة مالتي ما هتلاقيهم بيولعوا دلوقتي من الكاميرا. هيدوا عليا. ليه عملتي كده طيب؟ بص دي شركة بوظتلنا الانتاج. اه مش كل الناس بتقدر تشتري الحاجات دي يا سامح، في ناس بتبقى نفسها فيها وما بتعرفش بتتعمل ازاي. احنا بنحاول نجتهد. نحن نعمل مولتو. اهو يلا هنعمل اخر واحدة مع بعض وبعدين هقفل. انتوا عرفتوا الطريقة عشان ما اطولش عليكم بس في الفيديو، يعني خير الفيديو ما قل ودل، فاهمين؟ عشان الباقات بتاعتكم. احشي بقى اللي باقي هوريكم طبعا وانا بحشي الجبنة وانا بحشي المربى، بس علشان هكمل شوكولاتة. سامح وسيف وسدن، انتوا عايزين اكتر حاجة الشوكولاتة ولا الجبنة؟ ايه ده؟ انت قلت لي كريمة؟ لا دي جبنة جبنة. ولا جبنة؟ قلت لي كريمة. لا جبنة. انا عايز شوكولاته. بص اكتر حاجة ايه؟ اعملي نص كده ونص كده عشان لو لا في فطيرة، يعني دي مثلا انا عملت كده واحدة شوكولاتة، ممكن نعمل دي جبنة ودي مربى او نعمل دي بقى شوكولاتة ولا جبنة ولا مربى، فهيبقى فيه اكتر. تمام نص شوكولاتة. شوكولاتة يبقى اتنين فطيرة وشوكولاتة وواحدة جبنة واحدة عشان مربى. المربى والجبنة ما ده المعظم هنفطر بيهم. خلاص يبقى انا هكمل دي شوكولاتة يا جماعة
ولما اخلصها هرجع لكم نحشي الجبنه والمربى مع بعض. يلا حطوا لايك وانتظروني. دلوقتي يا حلوين هنحشي الجبنه. قلت افتح لكم برضو عشان الجبنه الشوكولاته ماسكه نفسها شويه. الجبنه بنفتح الفتحه تكون اقل من فتحه الشوكولاته، فاهمين؟ علشان بنحط الجبنه طبعا طريه مش زي الشوكولاته، بنحطها كده اهي حته في النص، في النص مش بندهنها، وبنبتدي نلف زي الشوكولاته بالظبط كده 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 اهي، وبنروح دايسين كده شويه وعوجينها. بس دي لفه الجبنه. واحده كمان اهي بالمعلقه كده حته في النص. اوكي، عايزه اقول لكم بس على تريكه كده بعملها واحنا بنلف. بصوا بنشد العجين لورا شويه، يعني بتمطوا العجينه، فاهمين؟ اللي هو بنمطها شويه، يعني بنشد لورا ونلف، نشد لورا بس طبعا مش لدرجه نقطع العجينه مننا، يعني تبقوا شدينها كده عشان تبقى ايه ماسكه نفسها اهي. واحده كمان عشان بس ما تقوليش الجبنه حرمتينا منها اهي. الجبنه بصوا بمسكها كده من الفتحه والف والف واشد، الف واشد، الف، خلاص كده اهي. اوكي، يلا هكمل بقى الجبنه واسيبكوا لحد ما اخلص ونخش على المربى. برضو المربى هتبقى زي الجبنه برضو ما فيهاش اي افتكاسه، هتدهن بالمعلقه كده وهنلفها برضو بسهوله. ممكن تحشوا اي حشوه، اي حشوه انتوا عايزينها، سهل جدا. حان وقت المربى. بصوا المربى مش كتير، والمربى ممكن تبقى هتبعزقنا، فممكن ايه نكمل شوكولاته وجبنه. يعني هعمل كام واحده مربى كده. بصوا اهي حطينا معلقه المربى، هنلزق العجين كده الحرفين دول كده ماشي، ونبتدي نلف بس بالراحه، هنشد بياحه. بصوا اللي هو ايه، تكونوا حساسين قوي في المحشيه مربى دي عشان ما تبوظلكوش من الجناب، عشان لو باظت هتضطروا تفكوها اهي. دي كده محشيه مربى. واحده كمان عشان المربى الجبنه بتلزق، المربى سايحه. ماله؟ بصوا بنفتح العجينه كده ونلزق كده الحرفين، ونبتدي نتني من الجناب ونبرم. اهي دي تاني واحده مربى. بصوا صغنطوطه ازاي. دلوقتي يا حلوين هنجهز الدهان بتاع وش العجينه. معانا معلقه لبن كبيره، ومعانا صفار بيضه. بصوا اهو صفار بس اهو، هننزل بيه في اللبن، ومعلقه خل صغنونه اهي. خلاص كده ده الخليط اللي هندهن بيه وش العجينه، وهنقلبهم كويس، وبالفرشه هندهن بيه وش العجينه. صفار بيضه، معلقه لبن، معلقه خل، معلقه لبن كبيره، معلقه خل صغير. اوكي بس. بصوا لما خمر للمره الثانيه، بصوا كبر ازاي معانا، تضخم اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكميه بتتضاعف ازاي لما بتسيبوه يخمر. هننزل بقى الفرشه كده في الكوبايه وندهن كده العجين. نركبه على جنب كده ونجيب الصاج التاني. ده الصاج التاني. فرن البوتاجاز، الفرن بتاعنا شغال. بصوا الصوص قاعده ازاي مستنيه. اوكي هندخله بقى. بصوا الفرن سخن اهو مولع،
واحدة معانا شايفينها، والصاجة التانية فوقيها على طول، وهنسيبهم لحد ما يستووا. بس حطوا لايك بقى لحد ما اطلعه لكم. الفرن انا فاتحاه على الماكس على اعلى درجة حرارة في الرفين المتوسطين. سخنة. نار نار يا حبيبي نار. يا خالتي بصي. طب بصي بعملها. النار الاصفر ده ساعات بيزغلل الكاميرا. لا مفيش حاجة. نخلي ايدينا جنبنا. خلاص يا حلوين، الله. ايه رأيكم؟ بصوا سيمو قاعد ازاي؟ مولتو. قول لهم حطوا لايك يا سيم. اقول له حط لايك. انت طالع ببمبزك كده، طالع ببمبزك كده يا جماعه. سيمو ما بيطيش طب نص حط ايدك، حط التحتاني، ايدك. معلش معذره. ايه رايكم يا حلوين؟ بصوا انا طبعا طلعتهم من الصاجات لان الصاجات كانت سخنه مولعه، ما ينفعش احطها على الستيكر اللي على الرخامه، فاصطدتهم كده. منظر مغري. بصوا هنفتح دلوقتي وكله، بصوا الجمع كله مكتمل. هنفتح وندوق، بس هو لسه سخن موح. هو في تاني في لا خلاص كده، هي دي الكميه اللي عملناها. يلا. كل واحدة. استنوا انا هفتح اوري الناس واديكم ماشي. نفتح اول واحده كده شوكولاته. بصوا العجينه. لي سيما مامي. شوكولاته سايحه اهي 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 يا ريت لي اهي. سيما. بصوا يا ريت لي سيما. شوكولاته سايحه، بصوا من الجنب التاني. بصوا العجينه في حاجة وقعت بس. يعني هشه، مش عايزه اقول لكم دايبه. ممكن ادي يلا. واحدة سيما عشان خلاص. دوق اول واحده شوكولاته. تعالوا كده معانا اول ده. احضروا الحفله. بسم الله. عايز شوكولاته ولا جبنه؟ جبنه. اشوفها لك من جبنه. احنا مش هنعرف. بص انا هفتح وانت وحظك، لو انت نيتك سليمه تطلع لك جبنه. ماشي. بسم الله. تعال نفتح على الكاميرا. جبنة. نيته سليمه طلعت جبنه اهي. بصوا طعمها حلو قوي. بسم الله. ايه ده؟ طعمها ايه؟ قولي لهم طيب عشان يعملوها. انت اكلت واحده شوكولاته، افتح لكم ايه تاني طيب؟ بصوا ما تسيبوش تحت الشوايه كتير، انا ولعت عليه الشوايه شويه بياخد وش بسرعه عشان الدهان اللي دهنينه. فدي كانت، بصوا الفرق ما بين دي ودي. جبنة تحفة. دي كانت بتشاور عقلها. تعالوا نفتحها دي. بصوا السوا بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله. دي طلعت مربى فراوله. دوقي يا سوسو وقولي. لا خد انت. دي الواحده ياكلها، هو عاجبه الشكل. سخنة ولا لا؟ ادوق هو مربى الفراوله. بسم الله. يا عجينه تحفه. الجمال ده ناعمة كده. خد دي. تحفه. تسلم ايدي يا جماعه من الاخر. لازم ايه كمان. ايه ده؟ انا ده بتعمل حاجات حلوه أوي. اخيرا هيدوق. ده بتلحس، ده مش ايس كريم. ده مولتو ياسين. ايه اكتر حاجه عجبتكم؟ انا ده مش الجبنة. شوكولاته. دي جبنه. شوكولاتة؟ انا عايزه ادوق الجبنه. تحفه. بسم الله. عارفة هو طعمها عامل زي سمبوسة بالجبنة. طعمها حلو قوي. الجبنه جميله تحفه. بصوا الجبنه سايحه. انا دوقت الشوكولاته، ممكن واحد جبنه؟ ايه عايز نبوق؟ ما انا ما اعرفش الجبنه انهي واحده. الجبنة اللي هناك كمان في الصينية اللي هناك. دي شوكولاته. انا مش هفضل افتحهم بقى. الشوكولاته اكتر جبنه حاجه. اهي اهي دي انا جبنه عايزه جبنه. تحفه. يلا يا حلوين عشان احنا شكلنا هناكله كله دلوقتي حالا. خد يا ياسين الفرن بتاعتك. ايوه يلا ادوق بقى بالشوكولاته. بسم الله. بصوا باظظ خالص. يا سيما ده مش ايس كريم، كل ماما ياتي. عجبكم؟ تحفه. بجد بجد. احنا بنشتروه من بره. ده طعم واحدة أصلا. بصوا حلوه. سخنه. حلوة؟ على إيده فعلا. اللي حطوا لا. يا ولدي فرحانه. ايه مامي عملت ماما حلوه. سيما قول مامي. بصوا عايز ياكلها بس سخنه. استنى. يلا يا ياسين. حلوه.
قول لهم حطوا قولوا لايك. باي. برافو بيسقف لمامي كامي. يلا قول حطوا لايك. لايك. اوبس. ارفعهم تاني. مامي بقى بيقول مامي. يلا خلاص كده نقفل بقى. الناس جاعت كلكم. يلا يا حلوين تقوموا تعملوا المولتو ده دلوقتي حالا، ما بياخدش وقت. وانا من رايي اعملوا 2 كيلو دقيق، عشان كيلو واحد مع عيال زي عيالي ده مش هينفع. انا شكلي هعجن تاني بكره. هي دي ايه؟ انا عايزه جبنه. اهي. يا نهار انا كده أبيض. كنت بدور على الشوكولاته. لا والله خد دي شوكولاته. في واحده انا قسمها من تحت. خدتيها يا سوسو مش صح؟ كده يا جماعه، لو انتوا عايزين تاكلوا جبنه وشوكولاته مش شوكولاته اهي. هاي لا جبنة الشوكولاته باينه من الحرف. بصوا الجبنه جميله. بصوا العجينه مورقه من جوه ازاي. بصوا عامله ازاي. عامله زي القطنه، مش مكتومه. بصوا انا عايزه ادوق. مش مكتومه. خدي دوقي كده. احلى نوع في الثلاثه. انا دلوقتي كده لحد دلوقتي الثلاثه. الجبنه صح. انت لو قلت لي قللي جبنه وكتري شوكولاته. لا خد مامي ايه؟ خدي يا سيمو دوق الجبنه. سيمو جبنه مش فرح جبنه. اسمها ايه؟ قول جبنه كده. سيبه قول جبنه. جبنه كلها كلها ماما اهي. خد دي شوكولاته. يلا بقى عشان نختم الفيديو يا حلوين، طولنا عليكم. يلا عشان احنا هنتعشى مولتو النهارده. مش قادره ابطل بصراحه. العجينه فظيعه اصلا، خفيفه خد ما تشبعوش منهم. امين. الناس اللي بتعمل دايت ما تتفرجش عليا الفتره دي لو سمحت. انا اخلاقي باظت خالص يا جيمي. يلا اقول لكم دمتم بخير. فين سامح كلو مختفى. لا انا جاي. خدوا اللي هم عايزينه مني وهربوا. لا لسه. اقول لكم دمتم بخير. المحطش يعمل ايه؟ يحط لايك. ولازم تجربوا المورتو ده اختراع. يلا اشوفكم الفيديو الجاي يا حلوين. باي باي. باي.